على طول بينيه حلوه، احمد صديق يا سلام، وضربه جزاء. ضربه جزاء اسلام الشاطر. اسلام الشاطر وضربه جزاء، ده هي يعني توقيتها كمان يا اسلام. كان في كلام على اللعبه اللي فاتت، يبقى دي لازم تتحسب، يبقى لازم الفتره يعني الدقيقتين 3 أو ال5 دقايق دول لازم كنت تعديهم يا اسلام. مش ممكن يا اسلام يا شاطر. ضربه جزاء، يعني اعتراضات كتيره جدا على حكم اللقاء شريف رشوان وركله الجزاء اللي فاتت. يعني لو في نص ركله جزاء بعد كده لازم هيحسبها، وحسبها شريف رشوان. ضربه جزاء لنادي الاسماعيلي. هذه اللعبة وادي فعلا فيها عرقلة. ضربة جزاء لنادي الإسماعيلي. أحمد صديق، والاثنين على فكرة من المصادفة لعبوا باك يمين في النادي الأهلي. ضربة جزاء، ضربة الجزاء والثاني، والهدف الثاني لنادي الإسماعيلي. القيصر المتخصص حسني عبد ربه بيسجل الهدف الثاني، والهدف الثاني لنادي الاسماعيلي. وادي بقى يعني منعنا الشماريخ ومنعنا الالعاب الناريه في المدرجات، طلعت لنا على الاسطح. يعني هنروح فين؟ مش ممكن. لكن طبعا دي بقى كل واحد حر في بيته، كل واحد حر في سطح بيته، مفيش مشكله ابدا. يعني افرح في بيتك، مفيش مشكله ابدا، لكنها باين بعيد. لكن المهم في الملعب مفيش عقوبه يتحاسب عليها واحد في بيته. لكن فرحه كبيره جدا جدا، مفيش كلام لجماهير نادي الاسماعيلي اللي يعني اعتقد هتلوم نفسها بدل المره 100. كان نفسهم طبعا يكونوا بيحتفلوا